يا شقيانين يا شغالين يا تعبانين في اشغال كرويه، النهارده في رزع ومدعكه رزع للصبح. سؤال بس، بتعرف تعمل ريمونتادا؟ لا، معلش خد نفسك بقى واتكل واطلع بره، لان النهارده والسبت دوت سبت ممتاز للريمونتادات وبس، وفي حاجات منها بتخيش، فانت لو بتخيش برضو فيهم كمل عادي مفيش مشكله. بس عارف انت لما تبقى رايح مشوار مهم وفارق لك والدنيا كلها متظبطه ونازل و100 فل و10 واناقه وشياكه والدنيا تمام، يجي عيل صغير روح تافف عليك وانت راجل كبير وزي الفل وكبره، وواحده تنشر غسيلها تروح راميه عليك زباله غسيلها كلها، وعصافير الشارع كلها تبقى شخ عليك. ايوه هو ده بالظبط اللي حصل النهارده مع كل الكبار، خدوا علقه موت الا مانشستر يونايتد يا حبه عيني، هي الوحيده اللي كانت جنب بيتها رجعت اتغيرت ونزلت نضيفه تاني من غير حرق كتير. ده سبت ممتاز والله، وكان 100 واللي فاتوا السبت ده ففاتوا نص عمره، اللي حصل فيه مش قليل، بس جاي لك بكل التفاصيل وكل حاجه حصلت، فتقريبا ما فاتكش اي حاجه. فمن غير حرق يلا بينا نخش في التفاصيل. مبدئيا كده كان في ماتش خفيف ظريف لطيف ما بين تشيلسي ولوتون، الهابط الصاعد الجديد اللي كده كده احنا مستنيين انه يهبط اخر الموسم، مش هنحتار معاه كتير ومش هيتعبنا، هو جاي بس يدي بونص كده ونقط لكل الفرق اللي هتلعبه، فده حطه على جنب كده وخلينا مع تشيلسي اللي عملت كل حاجه الموسم ده الحمد لله، كسبت، اتعادلت، وخسرت، كل حاجه تشيلسي بتعمل كل حاجه. بس كده كده الماتش اللي كسبته قدام لوتون ده مش مؤشر لاي حاجه، هي كده كده الفرقه اصلا مسلمه نمر من قبل ما تطلع الدوري الانجليزي، ورغم كل الفلوس اللي خدتها 250 مليون يورو خدتهم لمجرد بس انها صعدت الدوري الانجليزي، ما عملتش بيهم حتى تجديد للملعب عشان يبقى صالح انها تلعب فيه الموسم الجديد. بس جنب لوتون بقى في كام فريق تاني هاجي اقول لك عليهم قدام، اصبر بس مش هنحتار، ودول كده كده هابطين وباين عليهم قوي من اول موسم، ما اعتقدش ان اي حد فيهم هيعرف يعمل ريمونتادا على نفسه ويرجع يبقى في نص الجدول او يهرب من الهبوط، هو باين على وشهم، والله يكون في عونهم بقى ويتولاهم. سيبك بقى من كل الكلام ده، وزي ما قلت لك هنا في تشيلسي كان نفسي اديهم حقهم والله، بس للاسف هما بيلعبوا فرقه انا ما اقدرش احدد عليها مستوى تشيلسي، هل فعلا اللعيبه اللي لعبت كويس النهارده زي ستيرلينج وجوستو ونيكولاس جاكسون، هل الناس دي فعلا ده مستواها، ولا ستيرلينج اللي عمله النهارده ده بس عمله لاجل ان هو بيلعب قدام لوتون وبعد كده ستيرلينج هيرجع ستيرلينج اللي عارفينه؟ مش باين لهم حاجه، وانا بصراحه ما اتفرجتش على الماتش دوت، فانا مش قادر اديك تفاصيل كتيره، لكن حابب اقول لك ان تشيلسي الفتره الجايه ماتشاتهم في اللذيذ سيكا سيكا كده، ومش تتعب كتير معانا. الماتش الجاي معاها قدام بورنموث، الفريق اللي غالبا برضه هيهبط، فالمفروض ان طريقهم سالك، والمفروض ان هم يفضلوا مكملين بنفس الريتم دوت ماتش ولا اتنين كمان، ونفضل شايفينهم بنفس المستوى دوت. فلسه ما نقدرش نحكم على اي حد في تشيلسي، ولا تشيلسي ذات نفسها او الصفقات او الشباب اللي بيلعبوا في تشيلسي، لسه قدامهم كتير قوي عشان نحكم عليهم، لسه الموسم طويل، ويا تشيلسي هتبقى هوبا يا اما هتبقى تحت ومش هنعرف نقيمهم ولا نديهم اي تقييم دلوقتي. تشيلسي لسه مشوارها كبير والله يعينه. بدأنا السبت الممتاز، في ماتش كان مبين لنا ان كل حاجه ماشيه على ما يرام، والدنيا كلها في اللذيذ وماشيين المفروض في الطريق، احنا عارفين احنا ماشيين ازاي وكل حاجه باينه هي رايحه فين. توتنهام وبورنموث، الماتش عادي وكنا متوقعين وبادئين الماتش، وسبحان الله المتوقعين ويحصل، ده عكس كل حاجه حصلت النهارده. توتنهام تكسب بورنموث، سيبك خالص من بورنموث عشان لسه قايل لك انها كده كده من الفرق اللي هتهبط الموسم دوت مع لوتون للدرجه الثانيه وتنزل تلعب في الشامبيونشيب تاني، سيبك بقى منها وخلينا كل كلامنا هيروح ناحيه توتنهام في الماتش دوت. الحلو في توتنهام ان هم نزلوا الماتش دوت بنفس الطريقه ونفس المستوى ونفس الريتم اللي لعبوا بيه نفس ماتش مانشستر يونايتد، معنى كده ان هم ما كانوش نازلين وماتش جه معاهم بالحب وصدفه والدنيا مشيت، لا، في خطه وفي شكل بجد حلو جدا لتوتنهام، وبالذات نص الملعب صار وبيسوما، وقدامهم المعجزه ماديسون اللي حرفيا شقلب نص ملعب توتنهام، هو اللي عامل فارق كبير جدا، وبجد دي الصفقه اللي في الجون احسن من 100 صفقه اتعملت تاني في توتنهام، ومن اي حاجه اتعملت احسن 100 مره من كاي هافرتس راح ارسنال، واحسن من كاي صفقه اتعملت تاني في الدوري الانجليزي. ماديسون مش واخد حقه خالص من الاعلام هناك في انجلترا، مع ان الواد بيعمل المستحيل مع توتنهام وبيعمل اسيستات وبيجيب اجوان، وهو مش مجرد نص ملعب عادي، لا هو نص ملعب مهاجم كمان. الحلو فيه ان هو بيعرف ياخد ويلف بالكوره، بيعرف يفضل نفسه مساحه، بيعرف يوجد لنفسه مكان جوه ال 18، بيعرف انه يبقى مهاجم تاني جنب ريتشارلسون، بيعرف يبقى خطير وبيعرف يفنش حلو قوي في ال 18 او بره كمان ال 18، وزي ما شفناه النهارده في الجون الاول عرف يفضل نفسه مساحه ياخد الثرو اللي اتعمل له ويجيب بيه اول جون لتوتنهام. ماتش سبيرس الجاي قدام فولهام، واعتقد لو كملوا بنفس الريتم والاداء والخطه اللي لعبوا بيها النهارده فماتشهم الجاي مش هيبقى معقد خالص، والشكل اللي شفنا بيه فولهام قدام ارسنال النهارده لو فضل وكمل برضه بنفس الريتم
والاداء اعتقد هيرخم على سبيرز، بس اعتقد سبيرز احسن كتير جدا، ولو كملت بالشكل دوت هتعرف تعدي الماتشات الجايه بكل سلاسه وسهوله، وتسهل على نفسها مشوارها شويه انها تبقى في حته كويسه في الدوري الانجليزي الموسم ده. والراجل عم اونج بوستوجلو دوت اللي ماسك توتنهام ماشي بشكل كويس جدا، والدنيا معاه 100 فل و10 لحد دلوقتي، ولسه طبعا ما نقدرش نحكم عليه بشكل نهائي، لكن حلو جدا انه لحد دلوقتي توتنهام من الفرق القليله قوي اللي قادره تحافظ انها ما تبقاش خسرت ولا ماتش من الثلاث ماتشات اللي لعبتهم. طبعا الكمال لله وحده يعني، وطبعا الكلام مش ليك انت خالص يا عم جوارديولا ولا مانشستر سيتي، عشان دول مهكرين الدوري الانجليزي واوروبا كلها دلوقتي. من بعد توتنهام وبورنموث في 4 ماتشات اتلعبوا في نفس التوقيت بالظبط، والحمد لله ان الاربع ماتشات دول اتلعبوا في نفس التوقيت، عشان كان في ماتشين حرام قوي الواحد كان يتفرج عليهم ويضيع عليهم وقت. دي من نعم ربنا علينا ان احنا ما ضيعناش وقت على الماتشات دي. ماتش برينتفورد وكريستال بالاس ماتش كلح كلاحه، الحمد لله ما اتفرجتش عليه وما عنديش اي حاجه اقولها عليه غير ان الماتش خلص تعادل 1-1، وكريستال بالاس كده كده زي ما قلنا انها مش من الفرق اللي بتحب ترازي ولا بتترازى وبتفضل في نص الجدول، وكده كده من الفرق اللي بتفضل مكمله في الدوري الانجليزي، لا ليها دعوه بحد ولا حد ليه دعوه بيها. نعم ربنا برضو ان الواحد ما اتفرجش على ماتش ايفرتون وولفرهامبتون، عشان الماتش دوت كان رايح النار وماتش كلح كلاحه مش طبيعيه. وولفرهامبتون جابت جون في الدقيقه 87، وكده كده ايفرتون اصلا مش باين منها اي حاجه، مع اني كنت متفائل بالفريق دوت ومتفائل بيه جدا اول الموسم، مع انهم كانوا عاملين موسم تحضيري قبل ما الموسم يبدا تحفه، وماتشات كانت حلوه جدا وما دخلش فيهم جون. لا ما شاء الله عليهم في الثلاث ماتشات اللي لعبوهم خسروهم كلهم. كل العين بقى والماتشين دول كانوا بيتلعبوا كانوا على الماتشين التانيين، ماتش ارسنال وفولهام، والماتش التاني كان ماتش مانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست. خلينا كده مع ارسنال، اسف انا كنت متضايق جدا مع انهم كانوا بادئين الماتش بشكل كويس جدا، لبسوا جون من غلطه ملهاش اي 60 لازمه في بدايه الماتش، وبعدها يعملوا ريمونتادا وساكا يجيب الاول من ضربه جزاء، بعد كده يجي الثاني وفي الدقيقه 87 فولهام يجيب التعادل من كورنر. بس بجد مش فاهم بقى هي فولهام بجد كانت بتلعب على شرفها للدرجه دي في الماتش ليه يعني، ولا هي واخده توصيه من مانشستر سيتي ان ما ينفعش ارسنال تكسب الماتش دوت. ارسنال اخر 10 دقايق ولا اخر ربع ساعه في الماتش بعد ما دخل فيهم الشوط الثاني حرفيا كانوا كانهم بيلعبوا على نهائي كاس العالم، مش طبيعي، والماتش كان حماسي بشكله، في اي لحظه كان ممكن يخش في جون، بس للاسف لينو كان عامل مستوى وفورمه توب التوب وهو اللي منع ارسنال انها تكسب. بس بجد انا مصدق ومقتنع ان شخصيه ارسنال دي شخصيه بطل، ومصدق جدا ان ارسنال اخر الموسم دوت هتعمل حاجه مش بعيد كمان تاخد الدوري الانجليزي. سيبك من التعثر ده خالص، انا كنت مؤمن جدا لحد اخر 3 دقائق في الماتش ان ارسنال كسبانه، لكن الحمد لله انها جت على قد التعادل، وهم اللي عملوا كده في نفسهم من الاول، ان هم سابوا المساحه لفولهام في الاول انها تعمل كده، وكانوا نازلين مستهترين بالماتش ومستوى فولهام ولبسوا الجون الاول بكل سذاجه. لكن كده كده ارسنال بشخصيه البطل، انا مؤمن في ارتيتا وفي اللعيبه دي ان اخر الموسم دوت ارسنال هي اللي هترفع لقب الدوري، وافتكروا الكلام ده كويس. نيجي بقى لمانشستر يونايتد والمعجزه اللي عملها النهارده، هي معجزه وعلى اولد ترافورد وهم اللي صعبوا الماتش على نفسهم، لكن نوتنغهام فورست كانت عامله حرفيا ماتش مثالي، وبدات الماتش بجولين. انا كنت فاتح الماتش ارسنال بتفرج كده اللي هو يا نهار ابيض مانشستر يونايتد ايه اللي خسرنا 2-0 دلوقتي، انا قلت الماتش رايح في سكه وفي كارثه، ومانشستر يونايتد لسه خسرنا من توتنهام والماتش رايح في 60 داهيه منهم، الاقي الاول جاي في الثاني ويلا في الثالث واحلى ريمونتادا على عيونا، ويبقى كتب للماتش ده سيناريو غريب ورايق محدش كان متوقع ولا متخيل الماتش دوت يبدا ويخلص بالشكل اللي بدا بيه. بس الحمد لله ان مانشستر يونايتد لمت الدنيا عشان على الاقل يبقى عندهم اي روح او حماس يكملوا بيها بقيه الموسم، لان انا مش متخيل ان مانشستر يونايتد لو كانت بدات الموسم بنفس المستوى والسوق اللي بدات بيه الموسم اللي فات، انا مش متخيل انهم ممكن يعرفوا يعملوا ريمونتادا، لان هم قفلوا الموسم اللي فات مع تين هاج بشكل كويس جدا، وكل كان متوقع ان هم يبداوا الموسم دوت بشكل شرس واحسن من كده 100 مره، لكن للاسف موسم مهبب على دماغهم وموسم زي الزفت، وبادئين بدايه سيئه جدا. اول ماتش كسبوه باداء سيء جدا، النهارده عملوا ريمونتادا والنتيجه هي اللي تشفع لهم في الاخر، لكن مانشستر يونايتد لحد دلوقتي مش قادره تثبت نفسها ومستوى الفريق كله في النازل، فتين هاج محتاج يشد اللعيبه شويه، ومانشستر يونايتد محتاج يشد نفسه عشان ما نلاقيهوش في نص الجدول زي ما تشيلسي حصل معاه الموسم اللي فات. نيجي بقى مش للحصان الاسود اللي في البطوله، ده الاسد الاسود اللي مستغرب لحد دلوقتي لسه ما خسروش ولا ماتش، واللي كنت متوقع بصراحه وقلت عليهم كلمتين في جنبهم في بدايه الموسم،
وهو فريق ويست هام. سبحان الله يا اخي، نفس اللي عملوه في تشيلسي عملوه النهارده بالظبط في برايتون اللي كله كان متوقع انها حصان اسود. ولسه طبعا ده مش ماتش ولا مقياس ان نقول ان برايتون خلاص بدات ونازله تاني، لا برايتون كده كده معتمدين ومصدقين انها كده كده مكمله الموسم بنفس الريتم ونفس الاداء. صح كسبت 4-1 في 4-1 والنهارده تخسر 3-1، بس حرفيا ويست هام كانت عامله ماتش عمرها وبتكرر نفس اللي عملته بالظبط قدام تشيلسي. انا مش فاهم هو ازاي ما اتفرجش على اعاده ماتش تشيلسي ولا ايه، وما شافش اللي ويست هام عملته في تشيلسي ولا ايه، ونفس الاسلوب بنفس الاداء بنفس كلاحه باكويت. الواد ده يا جدعان، الواد ده حرفيا نسخه من طاهر محمد طاهر، وسبحان الله الواد نفس الشكل بنفس الكلاحه، بس طبعا بعيد خالص عن مستوى في الملعب. بس الواد بنفس الكلاحه يا جدعان، الفرقه كلها كلحه بشكل، بيدافعوا بال20 واحد ورا وبيطلعوا بهجمات مرتده بتتدرس. الجون التاني حرفيا الاسترايكر نزل وياخد الكوره من على ال 18 بتاعت ويست هام ويلعبها لبن رحمه، وبن رحمه يلعبها سم البوين ويجي الاستلامه بالجون. كان حاجه ولا اروع، وحرفيا دي تتحط في كتاب تدريس الهجمات المرتده. ايه الجمال دوت وايه الفرقه دي. انا مش عارف صراحه ويست هام هتقدر تكمل على نفس الريتم ونفس الاداء دوت ونفس الطريقه ونفس الشكل قدام كل الفرق ولا لا. فرق ضعيفه زي بورنموث وفولهام وفرق تاني كتير في الجدول زي لوتون وحاجات زي كده. هل ويست هام هتطبق معاهم نفس الشكل ونفس الاسلوب، ولا كل دوت قدام الكبار، ولما تيجي قدام الفرق الصغيره والفرق المفروض انها تكسبها بسكور وماتش يبقى اسهل من كده برضه تبقى مصعباها على نفسها وتمشي بنفس الريتم. بس حقيقي ويست هام من الفرق اللي هنستنى منها انها تعمل ماتشات كبيره جدا قدام بالذات الكبار في الدوري الانجليزي، ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وكل الكبار. ولو كملوا بنفس الريتم والاداء دوت فويست هام هتبقى من الفرق الرخمه والتقيله قوي الموسم دوت في الدوري الانجليزي. لسه في ماتشات ما اتلعبتش يوم الاحد انا ما اتفرجتش عليها، والحلقه دي هتنزل قبل الماتشات دي تتلعب، زي ماتش مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد. ومانشستر سيتي طبعا عارفين ان لو كسبت الماتش ده هتتصدر جدول الدوري، وكده كده عارفين ان الدوري والجدول كله محدش فيهم كسب ال3 ماتشات. فمانشستر سيتي لو كسبت ماتش بكره هتقعد مربعه، وعارفين ان ده هيحصل. لكن طبعا اتمنى من كل قلبي ان مانشستر سيتي تتعثر وتتعادل بكره او تعمل نتيجه سلبيه، لان انا بصراحه اتمنى الموسم دوت وارسنال تستحق بكل جداره انها تاخد حاجه الموسم دوت، بالذات انها تاخد لقب الدوري. قمه الجوله بكره قدام نيوكاسل وليفربول. الماتش ده هيبقى نار وما اتمناش خالص ان حد يفوته. اي حد متاح معاه انه يتفرج على الماتش ده يتفرج عليه، ماتش هيبقى جامد جدا. لكن خد عندك التوقع ده وخدها كلمه ثقه من واحد شغال في اشغال كرويه، نيوكاسل هتاخد الماتش دوت وهتكسب ليفربول، ومش بعيد يكون بسكور كمان 2 ولا 3. وارجع تاني للحلقه دي بكره بعد ما الماتش ده يخلص. وبكده تكون خلصت حلقتنا لملخص السبت الممتاز قوي قوي قوي، والحد الممتاز هنتكلم عليه الحلقه الجايه ان شاء الله قبل ما نبدا الجوله الرابعه. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو انت بتتفرج على اليوتيوب، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.